واحدة بتحكي وبتقول انا خلاص هتطلق النهارده، حاولت بكل الطرق ان احافظ على العلاقة دي وللاسف منفعش، لان المحاولة كانت من طرفي انا بس. بينا بنت لسه 6 شهور وعايزين ياخدوها مني بعد 2 الرضاعة، واحنا هنا في ارياف، يعني العرف بيقول البنت لابوها، وانا ما اقدرش احارب اهلي لوحدي. اهلي قالوا لي رضي يسيب البنت معاكي ما عندناش مانع والله، بس لو طلبها هي بنت. كلمته كتير نرجع، بس للاسف ما كانش بيرد عليا، ويشهد ربنا ان طول السنة اللي كنت متجوزة فيها عمر ما غلطت فيه ولا في اهلي. على عكسه هو متنمر دايما وبيقلل من اي مجهود بعمله. اتكلمت معاه بدل المره 10 بكل الاساليب، بلاش تقلل مني قدام حد، بلاش تتريق عليا. اغلب اهلي بيقولوا لي اديله البنت، خصوصا انها صعبه جدا وشقيه، وطالما كده كده هياخدها بعد 2 سنين. بس انا قلبي مش مطوعني احرمها مني ومن الرضاعه لمجرد ان انتقم منه. ومن امبارح وانا عمال اعيط لمجرد افكر انها تبعد عني، ويشهد ربنا ان حاولت بكل الطرق ارجع، بس انا مش عارف ايه اللي حصل لكل ده. بجد قلبي وجعني قوي، حاسه ان الظلم والقهر اللي انا فيها وجعاني. قولوا لي اعمل ايه؟ اخرج من اللي انا فيه ده ازاي؟ وهل فعلا اديله البنت دلوقتي وابقى ظلمتها